أطلق زعماء مدنيون وقادة ميليشيات في برقة شرق ليبيا دعوة إلى حكم ذاتي للمنطقة في تحد جديد لوحدة البلاد، وذلك خلال تجمع أطلق عليه اسم مؤتمر شعب برقة حضره أكثر من 5000 شخص قرب مدينة بنغازي. واقترح المؤتمر تحويل ليبيا إلى دولة فيدرالية، في حين تظاهر آلاف الأشخاص أمام محكمة بنغازي احتجاجا على عقد المؤتمر وتعبيرا عن رفضهم لما طرح فيه. ويرى مراقبون أن أي تحرك لمنح المزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا قد يؤدي إلى انهيار حكومتها الانتقالية، مما يعني تفكك الدولة، خصوصا أن معظم احتياطات ليبيا النفطية موجودة في برقة، وتتخذ أكبر شركات النفط المملوكة للدولة مقرا رئيسيا لها في بنغازي.